هل سليمان ممكن يعيش من تاني؟ هل ممكن سليمان ممكن يرجع للحياة من تاني؟ الناس اللي كانوا محوشين كريدت هناك ممكن يحسوا بأزمات نفسية، ان هم معتقدين ان هم واخدين قروض لأجل تجميع الكريدت ديت، يشتروا سكنات يتاجروا بيها، يبيعوها بالدولار او حتى يبيعوها بالليرة التركي، ولا حتى بالدينار الهندي. ولا ده من ضمن فئة الناس اللي هم ممكن يكتئبوا بسبب غلق الديسكورد. وفي ناس تانية ممكن تكتئب بسبب ان هم مش عارفة يجتمعوا تاني مع اصحابهم، مفيش تطبيقات بنفس النظام بتاع الديسكورد دوت، ولو فيها تبقى ماسنجر مثلا، ولا حتى جروبات اللي بتحصل على التليجرام ديت، ولكن مش بنفس الاكشن والاثاره اللي انت بتشوفها على الديسكورد. ولكن بعد خبر ان الاخبار اللي بتنزل على الفيس ديت ان الديسكورد خلاص انتهى، الديسكورد تاني مش هيفتح في مصر خلاص، على كده مفيش تجمعات مع الاصدقاء، مفيش تجمعات مع العائله الالكترونيه، مفيش تجمعات عشان نلعب روبلوكس تاني زي زمان يا جماعه، مفيش تجمعات الناس اللي كانوا بيجمعوا الصور الكرنج ويلموها في سيرفر واحد كده في روم كده معينه، يقعد يعمل رياكت، ممكن يعمل لها تقييم، ممكن مثلا واحد يعمل فيديو رياكت كده ومعدي كده على الصور والعجائب والغرائب اللي بيرموها في السيرفر ديت. وفي ناس تانية معتقد ان هم لما ينزل الديسكورد يبقى هم كده بقوا ناس مثقفين، بقوا ناس واحد منزل الديسكورد ويخش على السيرفر لتعليم اللغة التركية او حتى تعليم اللغة الانجليزية، ويخش على واحد كده يقول له كم كلمتين كده على الحروق كده كده، الراجل برضه هيحس في نفسه ان هو راجل مثقف. سي 2 يابا في الانجليش يابا، يس بس سام تايمز نو. فطبعا بعد الحوار بتاع غلق التطبيق دوت في مصر، طبعا إيه الشيء الطبيعي اللي هيحصل؟ كالعاده الناس هتفتح في بي ان، يقول لك بقى هفتح في بي ان، واللي يقول لك اغير في الاي بي، واللي يقول لك اغير في الدي ان اس بتاع الكمبيوتر، واللي مفكر نفسه هو تقريبا متعلم سي بلس بلس بالتقسيط. فمن ضمن الحاجات اللي شدتني طبعا ان الديسكورد دوت من صغري تقريبا، انا عامل اكونت على الديسكورد دوت من 2020، من تقريبا 6 يناير او 6/6 مش متاكد من التاريخ. كنت معتقد ان هو من بره كده بتحس ان هو للالعاب، للاكشن والاثاره والعلاقات العلاقات الاقتصاديه والعائلات الالكترونيه والاصدقاء الالكترونيين، اللي هم الناس الوحيده اللي يفتكروا عيد ميلادك، هم دول الناس اللي هيصونوا العيش والملح، هم دول الناس اللي هيقدروا ان انت غايب لاجل الدراسه ولاجل الامتحانات، وممكن في يوم من الايام ترجع عشان ترنكوا مع بعض او حتى تعملوا تصونات مع بعض. ولكن دي الفكره الظاهره للتطبيق دوت. لكن لما تخش في اعماق الديسكورد دوت انت تكتشف عجائب وغرائب، هتكتشف اشياء مخله، اشياء زي ال 18، وكل ده لاجل الدولار او لاجل الفلوس او لاجل الدينار عادي، او مثلا لاجل الكريدت. ولكن في الفتره الاخيره السوق بتاع الكريدت كان منهار تماما، يعني تقريبا 100 مليون كريدت تقريبا ب 400. ما يجيلكش في يوم من الايام ان انت تفكر تقول ايه الديسكورد دوت، طب هل اعماقه عباره عن ايه؟ فبلاش، انت داخل بس تلعب شويه وقت كده فور فن وخلصنا على كده، فتحط صوره فتاكه لصوره انمي جامده فحت يعني.